إلى مادة مثيرة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميل حيدر العبودي يواصل تسليط الضوء على هذا الموضوع لكشف الوجه الحقيقي لإرهابي داعش. يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت صيادا جيدا للكثير من المواقف التي تظهر تخبط الدواعش وفقدان التركيز لديهم أثناء الاشتباكات، ما سجل بعض المقاطع التي عدت كمواقف طريفة. هلا بحال الشيخ سيدي ما عرفت خلاص. وإزاء ذلك تستمر تلك المواقع بنشر العديد من المشاهد التمثيلية التي تتناول بعض الفتاوى الخاصة بالدواعش الإرهابيين وتطرحها بشكل كوميدي ساخر. شو عم تعملوا؟ ولك شو عم تعملوا؟ ولي على قامتك، ولي على قامتك، ولي على هالمصيبة، ولي يخرب بيتك عبيد وعم بتخوني لي يا حرمة. مو خيانة، مو خيانة، مو خيانة ابن عمي، صدقا مو خيانة. ولك كيف مو خيانة؟ طلعت من ثيابي نطرتيني لروح حجبها لحتى تيجي تخونيني. بدي يا عمي ما تعملنا، رو لنسرح لك. طول بالك ابن عمي. ولك شو طول بالي عليكم؟ لك وجهه ابشع مني. هو قصة بشاعة أو جمال ابن عمي. أعطينا فرصة نشرح لك، عمول معروف. لا تشرح لي. بدي أوصها وبدي أقتلكم اثنيناتكم. احنا لا تخوص ابن عمي، طول بالك علينا شوي. شنو خليني اشرح لك. اشرحي له. روق اعصابك ابن عمي، مو بالعصبية بتنحل الامور. ولك شو بدك تشرحي لي منك شالحة ثيابك ونايمة حد هالقبوط هذا؟ انا قبوط؟ طبعا بدي اشلح ثيابي، شلون ساوي يعني ولابسة ثيابي؟ خليني اشرح لك ابن عمي القصة وما فيها. انه انا مو عم خونك ابن عمي، صدقا مو خيانة. هذا جهاد النكاح، مو خيانة، هذا مقاتل. انا مقاتل على الجبهة. انت مقاتل؟ ايوه. جهاد النكاح؟ ايوه. وين سلاحك؟ سلاحي؟ هاد سلاحي على طول معي، ما بيفارقني ولا لحظة، والله بس لخلص رايح على الجبهة. شفت شلون؟ هذا مقاتل. قلنا لك اعطينا فرصة. جهاد النكاح. عفوا ترد علي. عفوا يا بنت عمي، انت رضية. والله روحي، مرتك بتسوى الجوهرة. لك ايه وللبقية تكملة. حيدر العبودي، العراقية. روحوا والله يوفقكم، روحوا. الختام تذكير بالعناوين.